دول هيعملوا ايه؟ مش عارف. انت مش شايف ان الموضوع بقى يخنق؟ طب انا اعمل ايه؟ وانا كمان اعمل ايه؟ طب انا ايه المطلوب مني؟ معرفش اتصرف. هو انا مش حرامي. طب وانا مالي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، يا رب دايما تكونوا بخير. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة جالي كام رسالة كده على الخاص بتتكلم حوالين الموضوع دوت، غير النماذج اللي انا شفتها بعيني وعاشرتها وعشت معاها خلال فترة حياتي اللي مش قصيرة. فالموضوع جه في بالي كده ان انا اتكلم عنه، الا وهو اول سنتين جواز اللي هو فيهم الخلاصة كلها. لإما نتأقلم ونتفاهم ونطبع على طباع بعض ونكمل، لإما للأسف الشديد بيحصل الانفصال. طبعا نقطة الانفصال انا اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، يا ريت اللي ما اتفرجش عليه يرجع ويتفرج عليه. اراهنكم ان في كلام فيه هيمس قلبكم. انا فيديوهاتي بحاول ان انا اتكلم عن حاجات تمس كل بيت مصري، حتى لو ما كانش فيه مشكلة انت بتمر بيها في الفترة الحالية، بس اكيد في حواليك ناس بيمروا بالمشاكل دي. لو قدرت ان انت تساعدهم وتقف جنبهم وتحاول ان انت تغير هذه المشكلة للأحسن، يبقى جزاك الله كل خير. طبعا بما ان الجواز سنة الحياة، فلا إما هننجح فيه ونعرف ناخد من وراه حسنات تدخلنا الجنة في الدنيا والآخرة، لإما للأسف الشديد هنطلع منه بخسارة كبيرة جدا، خسارة معنوية ومادية ونفسية، إذا كان وقع على الزوج أو الزوجة، أو لو في أولاد هتبقى دي الطامة الكبرى. وطبعا التحديات والعقبات دي والمواقف المختلفة اللي بيمر بيها أي زوج وزوجة في أول فترة من الجواز، وخاصة هنقول أول سنتين جواز، طريقة معالجتهم للوضع وتقبلهم لهذه المشاكل وهذه الاختلافات البيئية والعقلية والنفسية اللي ما بينهم، واللي أكيد هتظهر مع أول يوم جواز. هي عمرها ما شافته هو لسه صاحي من النوم بشكله الملخبط، وهو نفس الحكاية. طريقتها في الحياة، اسلوبهم هما الاتنين سوا في مداواة وتخطي هذه المشاكل، هي دي اللي بتحدد هنكمل ولا مش هنكمل. طيب حد هيقول لي من اللي لسه سناجل مثلا بيفكروا في انهم ياخدوا الخطوة دي، طب انا خايف او انا خايفة. طب ايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا لو احنا بنحب بعض وعارفين بعض كويس قوي، بقالنا سنتين، بقالنا 3، بقالنا 5، نعرف بعض وانا عارفة كويس وهو عارفني كويس وهي عارفاني كويس وانا عارفها كويس، عارفين كل حاجة عن بعض، مفيش اي حاجة احنا ما نعرفهاش عن بعض. هقول لهم في بعض النقط الأساسية اللي بيتمحور حواليها أي مشاكل ما بين أي زوجين في أول الجواز. أهم هذه العقبات أو الوقعات اللي ممكن نقابلها إيه؟ تعالوا نعرف مع بعض. عايزة أقول لكم إن أول وأهم المشاكل اللي بتواجه أي اتنين لسه في أول فترة جواز هي مصاريف البيت، ودي أكتر حاجة فعلا بتعمل مشاكل لو مفيش شفافية من الأول ما بينهم هما الاتنين. إن هو يبقى معرفها مستواه المادي وطبيعة شغله وطبيعة الفلوس اللي داخلاله، حياته ماشية ازاي ودنيته ماشية ازاي، وهي نفس الحكاية تبقى متفهمة الوضع. لو هي في مستوى معيشي في بيت أهلها أعلى وهتنزل
لمستوى ادنى مع جوزها لغايه ما ربنا ما يكرمهم، تبقى عارفه ده، عارفه انها هتتخلى عن حاجات هي كانت متعوده انها تجيبها، هتتخلى عن مصاريفها اللي ممكن تكون اوفر على جوزها، هتتخلى عن خروجات، هتتخلى عن شوبينج، هتتخلى عن حاجات كتير. لو هما الاتنين في نفس المستوى المادي يبقوا عارفين وراضيين هما الاتنين ان هما هيمروا بفترة صعبة شوية لغاية ما يقفوا على رجليهم. فحتة المصاريف دي ما كانش يبقى فيه تفاهم من الأول على كل حاجة، الدنيا هتقع. قبضت ولا لسه؟ غلط. طب فين؟ فين ايه؟ دفعت الايجار ودفعت الالتزامات اللي علينا، جمعيات، مش فاضل غير 2000 جنيه بس من القبض. وال2000 جنيه دول هيعملوا ايه؟ مش عارف. انت مش شايف ان الموضوع بقى يخنق؟ طب انا اعمل ايه؟ وانا كمان اعمل ايه؟ طب انا ايه المطلوب مني؟ معرفش اتصرف. ما انا مش حرامي. طب وانا مالي؟ اعمل ايه؟ ايه المطلوب مني؟ قولي لي ايه المطلوب مني وانا اعمله. معرفش، ما تتصرف، شوف هتعمل ايه. انت بتديني الفلوس مننا ما بتكفيش حاجه، اعمل ايه انا وانت بتيجي تعيش على قد تتكلم معايا؟ الفلوس. ما هو انت بتيجي تتكلم معايا في حاجات انا ماليش ذنب فيها، انت بتديني، انا بجيب اللي يكفي البيت على قد الفلوس بتاعتك. انت بتيجي بقى تكلمني في حاجات، ولما اقول لك ان انت اللي مش مكفي تقول لي ما كل البيوت ماشيه. ما كل البيوت ماشيه فعلا. طب ماشي، ما كل البيوت انا ماشيه. بعمل اللي عليا والزياده. ماشي، ما هو انت بتعمل اللي عليك وزياده، ما هو انا كمان بعمل اللي عليا وبحاول اظبط مصروف البيت. بس بجد انا اتخنقت، الفلوس ما بقتش تكفي اي حاجه. وانت بتيجي المفروض إن أنا أعمل تكلمني ايه في حاجات. برضه؟ انت جايه تكلميني دلوقتي في ايه؟ انا عايز افهم. قبضت ولا لسه؟ قبضت. ايه؟ دفعت الايجار، دفعت الالتزامات اللي علينا والجمعيات، اتفضل 2000 جنيه بس. بس انت عارف الدنيا بقت صعبه ازاي، وال2000 جنيه دول ما مش يكفوا حاجه. طب ما انا عارف، بس انا اعمل ايه برضه؟ ما هو مش بمزاجي. المفروض ان انا اعمل ايه؟ قوليلي. انت دلوقتي يعني شغال شغلانه مش بتاخد منك وقت كبير، ممكن نحاول ندور ان انت تنزل شغلانه تانية لو انت حابب. يعني انت عارف ان انا بحب الشغل، انا ممكن انزل انا كمان اشتغل واشوف برضو شغلانه تكون في مكان كويس انت تكون مطمن عليا فيها. شغلانه مثلا اكون بتعامل مع اغلبيتها ستات، لان انا طبعا عارفه ان انت بتغير. هو انت عارفه ان انا بغير وعارفه ان انا مش هقبل ان انت تنزلي شغل. حته ان انا اشوف شغلانه تانية ديت ممكن نفكر فيها، وممكن ادور على شغلانه تانية تنفع مع الشغلانه اللي انا فيها. ممكن برضو ادور على حاجه مثلا اشتغلها من البيت، اي حاجه تساعد. مش هبقى بقى بتعامل مع حد ولا بخرج زي ما انت بتحب. خير ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، الفاس وقعت في الراس واتجوزنا وحصلت مشاكل كتير بسبب المصاريف والفلوس اللي مش بتقضي. فأي اتنين متجوزين يقعدوا مع بعض، ورقة وقلم وصفحتين قدام بعض، صفحة نكتب فيها الفلوس اللي داخلة كام أيا كانت كتير أو قليل، والصفحة التانية نكتب فيها الأساسيات: إيجار، غاز، كهرباء، مية، نت طبعا، لأن بقى من أساسيات الدنيا دلوقتي مبقاش في حد يقدر يستغنى عن النت. لو في أي أساسيات شهرية نكتبها، الباقي نبدأ نوزعه ما بين الأكل وما بين إن لازم يبقى في جزء متشال عشان لو لا قدر الله حصل أي مشكلة مرضية، وجزء لازم يبقى فيه جزء ولو بسيط جدا يخرج لله شهريا، ويفضل انه يخرج اطعام. يعني ما ينفعش ان انت تروحي، طبعا ينفع ان انت تروحي تدي فلوس لاي حد غلبان وتعتبر ان دي الصدقه بتاعت الشهر، بس الافضل من ده ان انت تروحي بنفسك تعملي شنطه فيها حبه اكل، او لو ما فيش مقدره ان انت تعملي شنطه، لان الشنطه هتكلف في ظل الاسعار اللي احنا فيها دلوقتي، ممكن تعملي صينيه فته صغيره عليها 3-4 حتت لحمه على قد مقدرتك. ما فيش برضك المقدره دي، طلعي اي حاجه بسيطه لله، لان اللي فيها ربنا ما بتغرقش.
هو برضو نفس الحكاية، ما ينفعش ان هو يفضل عايش نفس حياته اللي كانت قبل الجواز في المصاريف وفي الخروجات وفي القعدة مع أصحابه على القهوة. إذا كان في بيشرب سجاير أيا كان، ما ينفعش مصاريفه قبل الجواز تفضل هي مصاريفه بعد الجواز. فحل المشكلة دي من الأول، إن من قبل الجواز زي ما قلت يبقى في شفافية ما بينهم، يبقوا متفقين على كل حاجة، كل واحد ينزل بمستوى المعيشة اللي كان عايشها قبل كده، عشان يقدروا يحددوا مع بعض ايه الأولويات في صرف الفلوس دي، ايه الحاجات المهمة الأول اللي لازم نغطيها، وبعد كده نبقى نشوف الرفاهيات والحاجات الفرعية اللي ممكن نستغنى عنها عشان يبقى في استقرار وفي هدوء في البيت. نيجي على نفسنا شوية، كل واحد فيهم يجي على نفسه شوية عشان الدنيا تمشي. وكلامي في النقطة دي لست الكل، يا ست الكل، على قد مقدرتك ومقدرة جوزك عيشي. مش لازم الناس، على فكرة في ناس كتير قوي عايشين من غير بروتين، لحمة وسمك والكلام دوت، وبياكلوها نادر جدا، ورغم عن ذلك بسم الله ما شاء الله عايشين وراضيين وصحتهم كويسة. فمش لازم كل يوم لحوم وفراخ، مفيش حد بيعمل كده. حتى مهما كان الشخص مادياته كويسة، حتى لو كده بيزهق لو فكر ان هو يجيب كل يوم لحوم وفراخ. ده الأستاذ شيكو شوكولاتة باشا، ده البلطجي بتاع الشقة، ما اقدرش اخرجه بره زي بقية اخواته، فلازم يبقى كده وكل شوية بيجنني، فسيبكم منه. زي ما قلت لكم، ومش بكتر البروتين. على فكرة الجسم الإنسان، ودي معلومة علمية تقدروا تتأكدوا منها من خلال النت، الجسم بيستفاد من البروتين اللي انتوا بتاكلوه من 70 ل100 جرام فقط. يعني اللي هي حتة لحمة قد كده، حتتين بانيه صغيرين، ورك الفرخة أو صدر الفرخة كافي جدا 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 انه يديكوا البروتين اللازم، ومش كل يوم. فمش لازم بقى الناس اللي بيقعروا، يعني مثلا في ناس يبقوا زوج وزوجة لسه في أول الجواز وتلاقيهم ممكن يخلصوا كيلو لحمة في طاقة. ليه؟ كتير جدا بجد. الجسم بياخد الفايدة بتاعت 100 جرام بروتين، باقي الكمية اللي انت بتقعد تحش بيها بطنك لمؤاخذة بتروح في فما بتستفادش منها، وفلوس بتترمي على الفاضي. فلأ، لمي دنيتك، لمي حياتك. عايزة اقول لكم لو لقمة بجبنة وجنبيها حتة خيارة وطماطمية وفلفلاية كافية انها تشبعك انت وجوزك وعيالك وتبقوا راضيين وحامدين ربنا. اوعوا تعملوا مشاكل عشان خاطر الفلوس. الفلوس دي اخر حاجة ممكن تتخانقوا عليها، لانها بجد اتفه حاجة في الحياة. رسالة لست الكل، لو جوزك عامل اللي عليه مكفي او بيحاول بقدر المستطاع يكفي بيته، بيشتغل بدل الشغلانة 2، مش مقصر، مش راكن في البيت ومتواكل على الله، لا، لو متكل على الله فعلا وبيعمل اللي عليه استحمليه وخليكي بنت اصول. ما تحسسيهوش ابدا ان هو مقصر او ان في حاجه انت نفسك فيها ومش عارفه تجيبيها. خليكي دايما محسساه ان انت في اتم الرضا، وربنا فعلا يرضيكي لو عملتي كده. بس طبعا لو هو مقصر عشان هو بخيل، يبقى اقتليه واديني رنه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا محتاجة منك كم مساعدة كده معايا في كم حاجة في البيت. كم مساعدة اللي هو ازاي يعني؟ يعني محتاجة تدخلي طبق الغسيل عند الشباك عشان عايزة أقف من شغل. هو البعيدة ما بتشوفش، أنا لسه داخل من الشغل حالا على فكرة. طب ماشي، أنت لسه داخل من الشغل وأنا طول اليوم واقفة على رجلي بعمل حاجات في البيت. طيب وأنا طول اليوم بره البيت عشان أجيب لك فلوس وأجيب لك طلبات للبيت وما أخليكيش محتاجة حاجة. فما بقاش مطحون بره في الشغل واجي هنا في البيت تقول لي اعمل معاه وساعدني. طب
وفيها ايه يعني لما تساعدني؟ ما هو انت واقف طول اليوم على رجلك بره، ما انا واقفه طول اليوم على رجلي جوه. ما انا مش مسؤول، مش يعني انا مش مطلب مني ان انا اعمل كده. طب ماشي، ما انا كمان مش ملزمه ان انا اعمل اللي انا بعمله. لا يا حبيبتي انت ملزمه. لا مش ملزمه. لا انا ملزم ان انا اشتغل واجيب لك فلوس، وانت ملزمه ان انت تشوفي طلبات البيت. لا انا لو بعمل كده فالمفروض ان انا بعمل دوت موده ورحمه عشان نقدر نعيش حياتنا مع بعض. انت المفروض تساعدني. ماشي حاضر، ماشي ان شاء الله. ماشي خلاص، ما تطلبش مني بعد كده بقى ان انا اكنس واطبخ، ولما تيجي تلاقي بيتك زريبه وهدومك مش مغسوله. لا مفيش الكلام ده، لا يعني في انا الكلام ده. الزريبه. لا يبقى نجيب ابوك وامك بقى ونجيب اهلك دلوقتي ونشوف الموضوع ده. عادي نجيبهم. ماشي نجيب. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يومك كان عامل ازاي؟ كويس. انا عارفه ان انت لسه راجع من الشغل وتعبان، معلش حقك عليا، بس انا محتاجه منك. ايوه بعد كده محتاجه منك بس حاجه صغننه كده في البيت. ايوه اللي هم يعني محتاجه ان انت تشيلي طبق الغسيل تدخله لي عند الشباك جوه عشان اقف انشر، ومحتاجه ان انت تساعدني وانا بفرش ملايه السرير، برضه انت عارف ان انا ما بعرفش افرشها لوحدي. طب اريح شويه عشان لسه جاي من الشغل واقوم اعمل لك اللي انت عايزاه. خلاص ماشي، وانا اقف نعمل اكل مع بعض. كمان مش الاكل كله يعني، انت عارف ان انا بحب تقطيع البطاطس بتاعتك. ماشي يلا بينا مريح. طبعا المشكلة دي بتواجه أزواج كتيرة جدا، ومش بس في أول الجواز، بس لو تأقلموا في أول الجواز ومشوا الدنيا مع بعض هيرتاحوا من النقطة دي. لأن الراجل دايما شايف إن هو بيتعب برا البيت وعايز يرجع البيت يرتاح ويتخدم ويأنتخ، يمسك الموبايل يكلم أصحابه ويلعب على الموبايل أي لعبة، يقعد يتفرج على الماتش، ينزل يقعد مع أصحابه على القهوة. وده كده تماما عملت اللي عليا، انت شغلك بقى في البيت، فما تجيش تقولي لي اساعدك. والست بتبقى شايفة ان شغل البيت بيتعب كتير قوي اكتر من الشغل بره البيت بتاع الراجل. فالمشكلة دي بتعمل تصادم كبير قوي في اول الجواز، فما كانش هيكون في مرونة ما بين الاتنين عشان نتخطى هذه العقبة. بيبقى فيه فعلا مشاكل بتؤدي للأسف الشديد للطلاق. فكلمتي لست الكل، لو انت شايفة ان شغل جوزك برا البيت بيتطلب مجهود بدني يتعب، فلازم يرجع البيت يرتاح. فخليكي انت بنت أصول، وزعي شغل البيت بتاعك على مدار اليوم على قد مجهودك وعلى قد صحتك. ما بقولكيش موتي نفسك، وزعي الشغل توزيع صح على مدار اليوم عشان تقدري تخلصيه، واللي ما يخلص في يوم هيخلص في التاني، هيخلص في مدار الأسبوع، في مدار الشهر. وزعي مجهودك صح. الأساسيات اللي بتتعمل كل يوم وزعيها على مدار اليوم، والحاجات اللي بتتعمل مرة في الأسبوع أو مرة كل شهر وزعيها كل يوم حاجة، عشان ما ترهقيش نفسك، وفي نفس الوقت ما تجبريش زوجك اللي بيتعب بره ان يرجع يتعب في البيت. طب هيرتاح امتى الراجل؟ فخليكي عاقله وبنت اصول وراعي تعب جوزك. وانت يا سيد الرجال بعد اذن حضرتك، لو تقدر تساعد بأقل القليل ساعد. جبر الخواطر على الله، واعتبر ان مساعدتك لأهل بيتك في قلب البيت دي من جبر الخواطر وهتتشلك. لو هي تعبانة قوي وفعلا عندها مرض ما او تعب ما مرقدها في السرير، خليك جدع وقف جنبها، ساعدها بأقل حاجة. وحتى لو هي بصحتها مش هيجرى حاجة ابدا لو تقوم وهي شغالة وواقفة في المطبخ او بتروق او حتى قاعدة بعد تعب اليوم مسترخية وانت عايز تشرب حبة مية، ما تجبرهاش بقى ان هي اللي تقوم وتجيب لك. خليك جدع وقوم جيب لنفسك كوباية المية. عايز تشرب كوباية شاي وهي مش قادرة، ما هي لما بتبقى قادرة بتقولك من عيوني وبتقوم تعملها لك. فلو عايز كوباية شاي وانت شايف ان هي مش قادرة، خليك جدع وقوم اعمل لنفسك وليها كوباية الشاي. ساعد بأقل حاجة، ما تلخبطش اللي هي بتروقه مثلا.
ما تقلعش الهدوم وترميها وخلاص، لا اما تعلقها لا اما تحطها في الباسكت بتاع الغسيل. فساعد بأقل القليل، ده جبر خواطر، وجبر الخواطر على الله. مشكلة من المشاكل اللي ممكن تؤدي لانهيار البيت حرفيا الخرس الزوجي، او المثقفين بيقولوا عليه الخرس الزوجي، اللي هو الفترة اللي بيوصل فيها لمرحلة ان احنا بنبقى قاعدين ناكل مع بعض وما بنتكلمش، كل واحد في ناحية وكل واحد في حاله وكل واحد مع دماغه، مفيش نقاش مفيش حوار مفيش كلام. فالنقطة دي لو وصلنا لها احنا خلاص كده البيت انتهى. فيا جماعة لازم نعود بعض من الأول إن إحنا بنرغي مع بعض، بنتكلم، كل واحد بيقول اللي جواه. الزوج والزوجة لازم لولي هانم طبعا انتوا شفتوا الفيديو بتاعها على الفيسبوك عندي. المهم لازم من الأول نتعود إن إحنا بنقعد نتكلم مع بعض كصحاب وكأخوات، مش كزوجين مرتبطين ببعض. نرغي، نحكي مشاكلنا، نحكي التعب اللي جوانا، ايه اللي بيعجبني ايه اللي ما بيعجبنيش، يومي كان عامل ازاي وانت بره في الشغل، وانت يومك كان عامل ازاي بره البيت. تقعدوا تتكلموا عن كل حاجة، تفتحوا مواضيع في كل حاجة، ما تخلوش في صمت ما بينكم، وخاصة لو في مشكلة، لان المشكلة بتعمل فجوة. الصمت في المشكلة بيعمل فجوة وبيطول وقت الزعل. لكن لو في حوار داير ما بيننا ومتعودين ان احنا بنتكلم، هنلاقي ان في فترة الزعل وفترة المشاكل بتبقى قصيرة مش هتطول. ليه؟ لان احنا هنتكلم مع بعض في ساعتها، انت هتقول اللي تعبك وهي هتقول اللي تعبها، فهيبقى في نقطة هنقف عندها ونقدر نكمل. ويا جماعة لما يبقى في مشكلة وعايزين نقعد نحلها، نركز على أصل المشكلة، نركز على الموضوع نفسه، ايه اللي حصل وايه اللي جرى، المشكلة قامت ليه وحصلت ليه. مش كل واحد فينا يبقى مركز ان هو يطلع التاني غلطان وانه يطلع ان رأيه هو اللي صح. لو كل واحد عمل كده المشاكل مش هتتحل ومش هنوصل لحاجة. كل واحد بيركز ساعة المشكلة انه يطلع نفسه بريء وما عملش حاجة، والتاني هو اللي غلطان والتاني هو اللي فيه عبر الدنيا. لا، ركزوا لما تيجوا تتكلموا عن مشكلة ما انتوا عايشين فيها، ركزوا ان انتوا تتكلموا في اصل المشكلة وايه سببها وتحاولوا تحلوه. لو كل زوج وزوجة عملوا كده، في مشاكل كتيرة قوي هتتحل من تلقاء نفسها والدنيا هتبقى احلى بإذن الله. يعني مثلا مشكلة من المشاكل اللي جاتلي، واحدة بعتالي بتقولي ده بخيل جدا. انا ما كنتش اعرف ان هو بخيل كده قبل الجواز. حاجتي الشخصية خلصت، طبعا الحاجات بتاعت البنات بقى السكين كير ومش عارف روتين الشعر وروتين البشرة طلبت منه ان هو يجيب لي الحاجة اللي خلصت، فاستغلاها وهو عارف ان انا واخدة على الحاجات دي من وانا في بيت ابويا، فمرضيش يجيبها لي. فعملت معاه مشكلة وخناقة وسبت له البيت. قلت له لما تبقى قادر ان انت تكفيني يبقى تعالى خدني. طيب يا ست الكل، هو مقصر في الاكل والشرب بتاع البيت؟ هو مقصر في انه يشتغل بدل الشغلانة 2 و3 عشان يكفي بيته؟ الاساسيات نقدر نستغنى شوية لو فعلا الدنيا ضيقة وهو عامل اللي عليه وبيشتغل بدل الشغلانة 2 و3 وما بينامش غير عدد ساعات قليلة، بس طاحن نفسه ما بين هنا وهنا وهنا عشان يكفي بيته. لو هو بيعمل ده بس مش قادر يجيبلك الحاجة اللي انت طالباها دي لانها فوق امكانياته، يبقى انت ما عندكيش حق، يبقى انت غلطانة والغلط راكبك من ساسك لراسك. لكن لو هو متواكل مكبر دماغه وبيفضل قاعد في البيت مأنتخ على السرير وماسك التليفون وعمال يلعب
ومش حاطط في دماغه اي حاجة وعمال متواكل على اللي حواليه في حياته، يبقى لا، ده لازم له وقفة. واللي انت عملتيه اكبر صح. لازم يفوق، لازم يعرف ان هو فاتح بيت، ما هوش لسه شاب بطوله، عشان ما يتعبش ويطلع عين اهله عشان يكفي بيته. الراجل مش بالكلام يا جماعة. ما ينفعش ان انا افضل قاعد في البيت وما معيش فلوس اصرف على بيتي. ازاي؟ يبقى انت راجل ازاي؟ لا، انزل اشتغل بدل الشغلانة 2 و3 والف ويطلع عيني، ما معيش فلوس بقى اركب تكاتك والكلام ده، وتمشي على رجليا. ولو لو همشي ساعة من هنا لهنا امشي ويطلع عيني، واروح اشتغل في المكان دوت 8 9 10 ساعات، واروح لمكان تاني اشتغل لي 6 7 ساعات، وانا شاب كده في صحتي اقلل نومي وازود مجهودي عشان اقدر اكفي بيتي واوفي طلبات البيت. لو انا بعمل كده وبتعب وبشقى، هكبر في نظر مراتي وفي نظر كل اللي حواليا. لكن لما اللي حواليا يشوفوني متواكل، غصب عنهم هيشوفوني قليل. فانا قلت لها، ومعرفش يعني، قولولي في الكومنتات كده لو انا غلطانه، لو بيعمل اللي عليه وبيشتغل وما بيقصرش ومدي كل مجهوده ان هو يوفي طلبات بيته، بس اللي داخل يا دوبك مقضي الاساسيات، يبقى انت ما تفتحيش بقك، احمدي ربنا وقفي جنبه وخليكي بنت اصول. لكن لو هو من الناحيه التانيه ومتواكل ومكبر دماغه وقاعد في البيت وسايب الدنيا كده، يبقى لا، اللي انت عملتيه صح وخليكي على موقفك. قولولي في الكومنتات لو انا صح ولا غلط، والمفروض ان هي تتصرف معاه ازاي. ايوه يا بنتي، بقول لك ايه، هقفل معاكي. السلام عليكم. عليكم السلام. في ايه؟ مفيش حاجه. امال مالك؟ اتاخرت ليه؟ خلصت شغل وقعدت مع اصحابي شويه. هو احنا مش هنخلص من موضوع صحابك ده؟ ماشي على فكره معاك. انا زهقت. زهقت من بتخلص ايه؟ بتخلص الشغل وتروح تقعد مع اصحابك ساعتين 3 وتقول لي اصل الوقت خدني، اصل مش عارف ايه، اصل القعده كانت حلوه. يعني هي القعده حلوه معاهم مش حلوه معايا؟ انا قاعده حلوه معاكي، بس انا مش على طول بقعد مع اصحابي. طب ماشي، بس انا بنت خالتي جوزها ما بيروحش يقعد مع اصحابه، بيخلص أنا مالي الشغل ومال بنت وبيروح. خالتك؟ يعني ايه؟ ما هم متجوزين برضو زينا وعنده صحاب برضو. انا مالي ومال جوز بنت خالتك؟ ايوه، اشمعنى هو يفضل قاعد معاه طول الوقت وانت ما بتقعدش تقوليليش معايا؟ اشمعنى، ما تقوليليش اشمعنى، ما تقارنيش حياتك بحياه حد وما تدخليش حد في حياتنا. احنا لنا حياتنا وهم ليهم حياتهم، ماليش دعوه بحد انا. يعني ايه مالناش دعوه؟ يعني ماليش دعوه بحد. طب ماشي، انا مخنوقه، اعمل ايه؟ عايزه اخرج. طب انا لسه جاي من بره والوقت متاخر. ماشي، هو الوقت ما كانش متاخر لما كنت قاعد مع صحابي؟ لا ما كانش متاخر، واتاخر دلوقتي لما جيت. ماشي، بس انا عايزه اخرج دلوقتي. حاضر يلا نخرج. ماشي. عايز تروحي فين؟ في مكان حلو قوي على النيل، بنت خالتي جوزها كان مخرجها فيها امبارح وانا عايزه اروح. يا دي بنت خالتك، انا مالي ومال بنت خالتك؟ يعني ايه مالك ومالك؟ ماليش دعوه بحد، ما تدخليش حد في حياتنا. ماشي، بس هو مكان حلو عايزه اروح. ما تقوليش بنت خالتي يا ستي، هو كل حاجه بنت خالتي. الو، ايه يا حبيبتي؟ لا انا كويسه يا امي الحمد لله. لا صوتي مش متغير ولا حاجه، انا كويسه. لا مفيش حاجه والله، انا تمام. انتي عامله ايه؟ لا والله انا بخير. السلام عليكم. عليكم السلام. بصي يا أم، أنا هقفل معاكي وهكلمك تاني كمان شوية. محمود. كلمي مين؟ كنت بكلم ماما. عامله ايه؟ وحشتيني. وأنت كمان. بس على فكرة عايزة أعرف، ليه؟ عشان أنت بقيت تقعد مع أصحابك كتير الفترة ديت، بقيت تخلص شغل وتروح تقعد معاهم ساعتين. هي ساعة اللي قعدتها بعد الشغل وجيت على طول. يعني النهاردة ساعة بس، الأيام التانية بتبقى قد إيه؟
لا ساعات بطول. بس فانا متضايقه بسبب كده. على فكره ناس كتير كلمتني، وحتى ماما كانت لسه بتكلمني دلوقتي بتقول لي صوتك متغير، فيكي حاجه. وانا قلت لها ان مفيش حاجه وان انا تمام. انت عارف ما بحبش اكرر اي حاجه بتضايقني منك برضه. يعني انت زمان عشان بقعد مع اصحابي؟ اه لا يبقى مش هقعد مع اصحابي تاني، هخلص شغل واجي اقعد معاك انت. والله عارف انا ما بزعلش، بس اللي هو انت مش طول الوقت تفضل قاعد معاهم بعد الشغل. انت عارف بيبقى لك يوم في الاسبوع بتروح تقعد فيه براحتك، ما برخمش عليك يعني. ماشي، خلص شغل وهجيلك على طول على البيت. خلاص ماشي، مش تعمل كده تاني؟ لا خلاص. نجيب لي شوكولاته وصلاة. هجيب لك شوكولاته، انا مستجيب وانا طالع النهارده بس ماشي. وبرضو من الحاجات اللي بتعمل مشاكل ضغوطات الحياة على كل واحد فيهم. إذا كانت ضغوطات على الراجل في شغله، مصاريف البيت، أهله وصحابه، وإذا كان ضغوطات على الست إزاي تدبر البيت وأهلها وناسها وصحابها، وكلمة من هنا وكلمة من هنا. فتدخل الناس في حياتنا هو ده اللي بيكبر المشاكل، وغير كده بيعمل ترسبات على قلب كل اللي حوالينا مننا. بمعنى لو في مشكلة ما بينك وما بين زوجك ورحتي جري قبل ما تدي فرصة ان انت تحل المشكلة دي مع جوزك، قبل ما تدخلي اهلك او صحابك، لما بتروحي تحكي الحاجات دي لأهلك أو لصحابك انت بتخليهم من جواهم شايلين من زوجك غصب عنهم، ازاي يزعلك، ازاي يضايقك، ازاي يعمل معاكي مشكلة، فهيشيلوا جواهم والمشكلة هتتحل وهتبقوا زي الفل، بس الطرف اللي بره هيفضل شايل. ولو روحتي حكيتي لصاحبتك او لحد من قرايبك وهو مبينلك ان هو بيحبك بس ممكن يكون من جواه حاقد عليكي وعلى حياتك، هيديكي كلام يشيلك اكتر، يخليكي تزعلي اكتر. وانت برضك ان انت تروح تشتكي لاهلك او لحد من اصحابك او لحد من قرايبك او الناس المقربين ليك، ممكن يشيلوك من مراتك اكتر، ممكن يقوموك عليها، يسخنوك عليها زي ما بنقول كده بالبلدي. فليه؟ خلوا مشاكلكم واتفقوا اتفاق ملوش رجعة، مفيش كلام فيه، ان مشاكلنا ما بيننا وما بين حيطان بيتنا بس هو اللي يبقى شاهد على المشاكل دي. ندي فرصة لنفسنا يوم واثنين وثلاثة وعشرة لغاية ما نفوسنا ما تهدى، ونقعد نتكلم ونتناقش، وزي ما قلت قبل كده نتناقش بموضوعية ومن غير ما كل واحد يكون عايز يشيل التاني المسؤولية بتاعة المشكلة دي. لو فعلا من قلبنا حطينا النقطة دي قدام عينينا، مشاكل كتيرة قوي 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 مش هتبقى أصلا موجودة والحياة هتحلو. طبعا كل واحد فينا بيبقى راسم في خياله صورة لشريك حياته، فطبعا الصورة دي بتبقى أحلى صورة احنا بنحاول نرسمها. طبعا الحقيقة في الحياة غير كده، فبيبقى في صدمة ان مهما كان فترة علاقتكم قبل الجواز ومعرفتكم ببعض، الحقيقة بعد الجواز بتبقى غير، بيبقى في حاجات كتيرة قوي مختلفة. بتشوفي بقى وهو بياكل على طبيعته وبراحته، طبعا انتوا لما كنتوا بتاكلوا قبل كده بيبين لك بقى يعني البرستيج اللي ملوش حل، وهي نفس الحكاية تاكل بالشوكة والسكينة وتاخد حتة صغيرة في بقها. لكن بعد الجواز هتشوفيه وهو قاعد بقى بيملى المعلقة بعزم ما فيه ويفتح بقه على الآخر عشان يحط الأكل، يطلع صوته وهو بياكل، انتي مش عارف تهنطلي زي ما بنقول. طبعا الحاجات دي كلها ممكن تعمل صدمة لو هما الاتنين مش حاطين في ذهنهم ان في مسافة ومساحة ان احنا هنشوف حاجات احنا ما كناش متوقعينها. فلازم يبقى في تقبل من جوانا ان احنا نعدي الحاجات الجديدة علينا والحاجات اللي احنا ما كناش واخدين بالنا منها او مش عارفينها او ما شوفناهاش. فلازم يبقى في يعني هقول عليها ايه، فرصة ان كل واحد يدي للتاني مساحة وفرصة ان انا هتقبل عيوبك اللي انا هشوفها، ولو في عيوب تقدر تتصلح هتتصلح، مش قادرين ان احنا نصلحها نقعد ونتناقش لغاية ما نوصل لنقطة اتفاق. كل واحد لازم من جواه يتقبل عيوب الاخر
عشان الحياة تستمر صح. طبعا في مشاكل بقى كتير جدا بتواجهنا وبنمر بيها. فلو كل زوج وزوجة ما خدش الموضوع على صدره وحاول يطلع نفسه بريء وغلبان وهو اللي مغلوب على أمره وهو اللي اتضحك عليه في الجوازة دي، وحطينا المودة والرحمة اللي ربنا أمرنا بيها ما بيننا وحلينا المشاكل دي بروية وبعقل، لازم يبقى فيه عقل. لازم واحد من الزوجين يبقى عقله كبير، يعني يحل المشاكل ويواجهها بعقلانية وبهدوء وروية ومودة ورحمة. والله لو كل بيت كل واحد فيه من الزوجين مرماش الحمل على التاني وشال هو المسؤولية صح، والله الدنيا هتبقى هادية والمشاكل هتقل، الصعاب ما بيننا هتقل، ان احنا مش ناقصين. الدنيا والله صعبة بما فيه الكفاية، فلازم نسهلها على بعض عشان نستمر. فلازم كل طرف يدي للطرف التاني فرصة انه يتغير. الطباع والحياة قبل الجواز غير الطباع والحياة بعد الجواز، واللي اتربى على حاجة واتطبع عليها 20 حاجة و20 سنة عقبال ما اتجوز، استحالة الأفكار والتصرفات والمبادئ اللي هو اتربى عليها السنين دي كلها استحالة هتتغير ما بين يوم وليلة. فلو زوجتك فيها طبع مش عاجبك اتعودت عليه في بيت أهلها، اصبر عليها، خدها بحب وبمودة وبين لها قد ايه انت عايزها تتغير في النقطة دي عشان تبقى احسن، مش عشان انت تستريح او عشان انت حياتك تبقى احسن او عشان تريح دماغك. لا، وجهها دايما بطريقة محببة، بطريقة تخليها تحس ان انت بتعمل ده عشان عايزها هي تبقى في نظر الناس احسن، عايزها تغير الطبع ده او الاسلوب ده او الطريقة دي في الحياة مش عشانك انت، لا عشانها هي. لو وصلت مراتك للجزئية دي وان انت تحسسها بده هتتغير بمنتهى السهولة. لكن طول ما انت عامل لود عليها ومحسسها ان ايه اللي انت بتعمليه ده، ايه اللي انت متعودة عليه ده، ايه اسلوبك في الطبيخ ده، ايه ترتيبك للشقة دي، ايه اسلوبك في اللبس، ايه دايما لو حسستها ان انت بتنتقدها مش هتتغير، بالعكس هتبقى اسوأ، هتحس احساس وحش هيخليها ما عندهاش استعداد ان هي تتغير. لكن لو وصلت لها ان انت بتتكلم عشان هي تبقى احسن وارقى وتبقى في عينك احلى النساء، هتتغير في ثواني ومش هتعمل معاك اي حوارات في النقطة دي. وانت يا ست الكل استحمليه، لو هو واخد على طبع ما في بيت اهله استحالة هتعرفي تغيري الطبع ده في يوم وليلة او في سنة او في 2. خلي عندك طولة بال، اسلوبه في الاكل مش عاجبك، اسلوبه في الحياة مش عاجبك، لخبطته في الدنيا مش عاجباكي، بالراحة وبهدوء وبعقل وبحب. لكن معلش هتشخطي فيه، هتاخدي الموضوع بعند، هتاخدي الموضوع بحتة ان لا انا هفرض كلمتي. مفيش الكلام ده، مفيش راجل بيتفرض عليه كلمة، انسي. فخليكي دايما ودودة وبتتكلمي برقي وبأدب وباحترام معاه، حسسيه ان هو اعلى من كل الناس عندك، بس انتي حابة ان هو يكون احسن في النقطة دي عشان منظره قدام الناس. حاولوا تبسطوا الامور على بعض، تستحملوا بعض، تتأقلموا على طباع بعض، وبالراحة وبهدوء ومع مرور الأيام والسنين هتلاقوا نفسكم كل المشاكل التافهة والبسيطة دي اللي انتوا كنتوا متخيلين ان هي مصيبة وان هي دي اللي هتهد حياتكم، هتلاقوها عدت ببساطة شديدة جدا، لان كل واحد فيكم تنازل وقدم الخطوة الأولى عشان يقرب من التاني، مش عشان يفرض سيطرة ولا عشان يفرض رأي ولا عشان يبين للتاني ان هو غلطان. الكلام ده كله ما يبقاش موجود ما بين اي زوجين، الحياة هتبقى حلوة قوي قوي قوي.
بقتش تكفي اي حاجه. وانت المفروض بتيجي إن أنا أعمل تكلمني إيه في حاجات. برضه؟ انت جايه تكلميني دلوقتي في ايه؟ انا عايز افهم. عايز تفهم ايه؟ ايه المطلوب مني؟ المطلوب ان انت الراجل، ان انت تعمل ايه؟ يا ستي كنت كملي ومالكيش دعوه بيه. خرجتنا من الموضوع. لا انا صوت خربشه خرجنا من ورايا. الموضوع. انت منك ومنه سيبك منه كده مش موجود. مش عارف ايه اللي احنا قلنا ده تاني خالص. انا بعمل ايه؟ سمعت صوت خربشه ورايا اللي هو انت جاي تعمل ايه؟ ده مش موقف يزعل في اوضه الكتكوت جنبنا خالص. لا بصي خلاص كفايه اللي فات في التنشنه. اتكلموا في نفس الموضوع ده، بس بقى ايه ان انتوا بتحاولوا تلاقوا حل بهدوء وبحب وبود. بس تعالي كده شويه. بس كده اقعدي كده. ايوه كده. كنت قاعده كده. نتكلم بيه ازاي؟ اقول ان انا شغال. هي هتسالك نفس السؤال، بس بدل التنشنه بقى في الكلام لا اتكلموا بقى بالراحه وبتبداوا تفكروا طب نعمل ايه، طب نتصرف ازاي، طب ادور على شغلانه تانية ولا انت ايه رايك، اللي هو بقى ايه الموده والرحمه بقى. لا يبقى نجيب ابوك وامك بقى ونجيب اهلك دلوقتي ونشوف الموضوع ده. عادي نجيبهم. ماشي نجيبهم. بس خلاص. موده ورحمه بقى. والله وحياة ربنا احنا فنانين. قبضت ولا لسه؟ قبضت. طب ايه؟ دفعت الايجار، دفعت الالتزامات اللي علينا والجمعيات. اتفضل 2000 جنيه بس. بس انت عارف الدنيا بقت صعبة ازاي، وال2000 جنيه دول مبقوش يكفوا حاجة. طب ما انا عارف، بس انا اعمل ايه برضه؟ ما هو مش بمزاجي. المفروض ان انا اعمل ايه؟ قوليلي. انت دلوقتي يعني شغال شغلانة مش بتاخد منك وقت كبير. ممكن نحاول ندور ان انت تنزل شغلانة تانية لو انت حابب. يعني انت عارف ان انا بحب الشغل، انا ممكن انزل انا كمان اشتغل واشوف برضو شغلانة تكون في مكان كويس انت تكون مطمن عليا فيها. شغلانة مثلا اكون بتعامل مع اغلبيتها ستات، لان انا طبعا عارفة ان انت بتغير. هو انت عارفه ان انا بغير وعارفه ان انا مش هقبل ان انت تنزلي شغل. حته ان انا اشوف شغلانه تانية ديت ممكن نفكر فيها، وممكن ادور على شغلانه تانية تنفع مع الشغلانه اللي انا فيها. ممكن برضو ادور على حاجة مثلا اشتغلها من البيت، اي حاجة تساعد. مش هبقى بقى بتعامل مع حد ولا بخرج زي ما انت بتحب. خير ان شاء الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يومك كان عامل ازاي؟ كويس. انا عارفة ان انت لسه راجع من الشغل وتعبان، معلش حقك عليا، بس انا محتاجة منك. ايوه اللي بعد كده. محتاجة منك بس حاجة صغننة كده في البيت. ايوه اللي هما. يعني محتاجة ان انت تشيلي طبق الغسيل تدخلولي عند الشباك جوه عشان اقف انشر، ومحتاجة ان انت تساعدني وانا بفرش ملاية السرير، برضه انت عارف ان انا مبعرفش افرشها لوحدي. طب اريح شويه عشان لسه جاي من الشغل واقوم اعمل لك اللي انت عايزاه. خلاص ماشي، وانا اقف نعمل اكل مع بعض. كمان. مش الاكل كله يعني، انت عارف ان انا بحب تقطيعة البطاطس بتاعتك. ماشي يلا بينا. مريح. حلوه دي. كات. الو. ايه يا حبيبتي؟ لا انا كويسة يا امي الحمد لله. لا صوتي مش متغير ولا حاجة، انا كويسة. لا مفيش حاجة والله، انا تمام. انتي عاملة ايه؟ لا والله انا بخير. السلام عليكم. عليكم السلام. بصي يا أم، أنا هقفل معاكي وهكلمك تاني كمان شوية. محمود. كلمي مين؟ كنت بكلم ماما. عامله ايه؟ وحشتيني. وانت كمان. بس على فكرة عايزة أعلمك، ليه؟ عشان انت بقيت تقعد مع أصحابك كتير الفترة ديت، بقيت تخلص شغل وتروح تقعد معاهم ساعتين. هي ساعة اللي قعدتها بعد الشغل وجيت على طول. يعني النهاردة ساعة بس، الأيام التانية بتبقى قد إيه؟ لا ساعات بطول. بس
انا متضايقه بسبب كده. على فكره ناس كتير كلمتني، وحتى ماما كانت لسه بتكلمني دلوقتي بتقول لي صوتك متغير، فيكي حاجه؟ وانا قلت لها ان مفيش حاجه وان انا تمام. انت عارف ما بحبش اكرر اي حاجه بتضايقني منك برضه. يعني انت زي عشان بقعد مع اصحابي؟ اه لا يبقى مش هقعد مع اصحابي تاني، هخلص شغل واجي اقعد معاك انت. والله عارف انا ما بزعلش، بس اللي هو انت مش طول الوقت تفضل قاعد معاهم بعد الشغل. انت عارف بيبقى لك يوم في الاسبوع بتروح تقعد فيه براحتك، ما برخمش عليك يعني. ماشي، خلص شغل واجيلك على طول على البيت. خلاص ماشي. ماشي. تعمل كده تاني؟ لا خلاص. نجيب لي شوكولاته وتصالح. هجيب لك شوكولاته، انا لسه جايب وانا طالع النهارده بس ماشي. كات.